السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. جدكم اليوم تحليه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم تيوها تنجحوا فيها، وهي عباره عن كيك. كان تحت طلب اخت من الاخوات طلبت مني ان ندير لها الكيك. ان شاء الله راح ندير لكم كيكه تاع اليوم بالشوكولاته اللي يحب الشوكولاته، وايضا مليحه لسهره رمضان. نبداو بسم الله بالمكونات. عندي 4 حبات بيض، عندي كاس بهذا الكاس كيس كامل الكيلات، عندي كاس سكر ناعم سكر بود، عندي كاس فرينه، عندي كاس غير ربع كاكاو بودرة الكاكاو 50 غرام، عندي ربع كاس زيت، عندي نصف كاس ياغورت ناتور، عندي رشه ملح، وعندي ساشي ليفر شيميك تاع 10 غرام 10 غرام، وعندي لي زيستيترو راح ندير حوالي مغرفه، حوالي مبشور ليمونه، ندير مغرفه بهذا الحجم. انا عندي كاس وربع حليب. نبداو بسم الله. اول حاجه راح نكسر البيض، راح نضيف ملعقه مبشور ليمون، فوالا، راح نضيف الزيت، سكر ناعم، نضيف نص علبه ياغورت ناتور، فوالا هكذا، نضيف رشه ملح، نضيف طحين وكأس خميره كيميائيه، كأس وربع حليب، نضيف ربع، فوالا، نضيف كاكاو، على بعد اللي كملت الخليط تاعي. فوالا نوريكم القوام تاعو. جبت بلا اللي يدخل الفرن، جيبوا اي بلا يدخل الفرن، احسن يكون بلا دائري. نفرغ الخليط بالزبده، راني شعلت الفوق تاعي 180 درجه الخليط تاعي، وندخلو مده 25 دقيقه الى 30 دقيقه ونرجعوا ان شاء الله. نحتاج ايضا لاكريم شونتيي. بالنسبه للاكريم شونتيي انا عندي لاكريم ليكيد انتي 30 ماتيغ دو غراس. اللي ما عندهمش لاكريم فريش يديروا كاس لابودر شونتيي مع كاس حليب بارد وطلعوهم. انا نطلع لابودر شونتيي تاعي مع مغرفه كبيره سكر ونرجعوا ان شاء الله. لاكريم شونتيي تاعي نديرها في الثلاجه لان حتى تبرد لي الكيكه تاعي، ونرجعوا في بعد ان شاء الله. على الكيكه تاعي راهي جاهزه، راح نخليها تبرد حوالي 10 دقائق ثم نسقيها بالحليب او القهوه، لكم الاختيار. بعد اللي بردت لي الكيكه تاعي حوالي 5 دقائق راح نسقيها بكاس حليب. جبت كاس الا ربع نفس الكاس اللي كيلت بيه، نعمل ثقوب هكذا ثم نسقي الكيكه تاعي. هنا بهذا الشكل. خليها تشرب الحليب هذاك كامل. بالنسبه لصلصه الشوكولاته نحتاج 50 غرام شوكولا و50 غرام زبده، فوالا هذا الحجم، حوالي ملعقه كبيره زبده. نحتاجو حوالي 2 ملاعق حليب نديرهم. اولا راح نذوب الشوكولا والزبده بالميكرووند او على حمام مريم الشي المتوفر. هاو لكم الزبده تاعي والشوكولا بعد اللي ذابوا. ندخلهم 2 ملاعق حليب، 2 ملاعق كبار حليب، خلطها مليح. فوالا هاي صوص الشوكولا تاعنا واجده، خليها على جنب حتى نوجد كامل المكونات الاخرى. نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. بعد
بعد اللي بردت لي الكيكه تماما راح نجيب لها الكريمه كريم شانتيي نديرها من الفوق بهذه الطريقه. راح نخدمها من الفوق بهذاك تشوفوني خدمتها. فوالا كما تشوفوا درت لها رشه من نواه كوكو، نديرها في الثلاجه تبرد مليح ونقطعها نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. فوالا لكم الكيكه تاعنا واجده بعد اللي خليتها في الثلاجه مده ساعتين، نشفت مليح تمسكت مليح. بعد اللي خرجتها ضفت لها كميه لبس فيها من السكر ناعم من الفوق كما تشوفوا، وقطعتها وتجي سهله جدا انك تقطعيها تنحيها من البلا. على هذه هي التحليه تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. وفي الاخير ما تنساوش اذا كنتم اول مره تشوفوا قناتي نتمنى تشتركوا وتدعموني في قناتي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، او رابط اليوتيوب الموجود في الفيديو في الاسفل، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله.